غادي نديرو مكياج مع فدياتنا. كيف ما كتشوفوا هنا كنبدا بالمثبت اولا اساس المكياج. هنايا استخدمت السيروم اللي درت معكم من قبل، خديتو شي 3 دقائق حتى تشربات البشره ديالي. من بعد خديت الفوندو تاع من ايف روشي زيرو فولد، درتو في ستيبلين براش ولا ديك البراش ديال الفوندو تاع، رشيت عليها شويه ديال مثبت المكياج وكنوزع هذاك الشيء كامل على وجهي. كتبقاو تخدموا في الفوندو تاع حتى تدخل كليا في الوجه ديالكم. من بعد خديت انا مصحح ديال الهالات السوداء من فلورمار، فيه واحد شويه ديال البرتقالي، درتو على المناطق اللي كنحس انا ما عندهاش نفس اللون ديال البشره ديالي. وزعته بسبونج باسفنجه، بللتها شويه بمثبت المكياج. من بعد خديت خافي الهالات او الكونسيلر من مايبلين فيت مي 2 درجات تستحملني، لانني غنستخدمو كهايلايتر باش يبرز ليا المناطق اللي بغيتهم يجيو لقدام في وجهي. استخدمته في شكل مثلث تحت عينيه، في الجسر ديال النيف، في وسط الجبهه، في الكيوبيدز بو، في دوك الخطيطات اللي كيكونوا فوق الشفه الفوقانيه وفي اللحيه ديالي. تحت عينيا غير غادي نوزعو، ما غاديش ندمجو يعني كليا، غادي نخليه يرتاح باش تشربوا البشره ديالي ويزيد يخفي ليا الهالات السوداء بشكل كلي. دابا غادي ندوز الكونتور اولا تحديد ملامح الوجه. خديت هنا هاد 2 الوان اللي ما غامقينش بزاف من ماك. يمكن لكم تستخدموا اي مارك عندكم، ماشي بالشرط تستخدموا نفس الماركات اللي كنستعمل، يعني غير الالوان يكونوا متقاربين. دابا غادي نرجع للانتيسان اولا الكونسيلر اللي كان تحت عينيا. خديت بونجا ما فيها حتى حاجه خاويه وبديت كندمج فيه باش الفائض ديال المنتج تلقطوا ليا ديك البونجا. دابا دزت الكونتور ديال النيفي، بديت بالكريم كونتور نفسه اللي درت من ماك، حددت به نيفي، من وراها دمجته بسفنجه ما فيها حتى حاجه، وتثبت باي لون بني يكون عندكم فاتح. من بعد اخديت لوز باودر اللي بودره سائبه من شانيل ودرت بها البايكين، يعني حطيتها تحت عينيا ودرتها في خطوط الضحك باش ما يوقعش ليا كريسين او يبقى يزلق هذاك الكونسيلر داكشي. من وراها مشيت درت تثبيت الكونتور بلون بني غامق. من بعد عمرت يعني حجباني بشكل عادي، يعني غير عمرت الفراغات. خديت خافي الهالات ديال فيتمي ودرتو فوق الجفن الفوقاني د عيني، وزعته وثبتو ببودره لونها ابيض من لانكوم ترافل باك. يعني اي بودره يكون لونها ابيض ديروها فوق الجفن كامل باش ملي نجيو ندمجوا الالوان يدمجوا لينا بشكل اكثر سلاسه. من بعد خديت هاد اللونين البني الفاتح والبرتقالي ولا الليموني حتى هو الفاتح، وحددت بهم كسره العين. ومن بعد خديت لون بني غامق وزدت عمقت به كسره العين. البنات بالنسبه لمني تاخذوا اللون في الفرشاه، ضربوا الفرشاه ديالكم في الجنب ديال البواطه اللي كتخدموا منها باش هذاك الفائض ديال البروداكت اللي ما عندكم ما ديروا به يتحيد. كل مره خذوا غير شويه وبقاو كتطلعوا، يعني بقاو تاخذوا شويه اللون وديروا. لا حسيتوا بليوسكم مازال خاصكم خذوا وزيدوا، ماشي تاخذوا من اول مره بزاف وتحطوه على العين، لا داكشي خصو يبقى غادي طالع تدريجيا. من بعد خديت هذا المون داست من نفس الباليت ديال لاكوم ترافل باك. اي لون فيه لمعه، يعني يكون شويه يعني يكون لون خفيف وفيه لمعه، يمكن لكم تطبقوه. ديروا على الجفن المتحرك بعينكم، ما تطلعوش الفوق. ومن بعد دمجوه بشي فرشاه اللي تكون خاويه. دابا خديت فرشاه اللي شويه كبيره كيف ما كتشوفوا معايا، درتها في اللون البني ودرتها تحت عيني يعني بشكل تجي شويه كبيره. من وراها خديت فرشاه اللي صغر منها شويه وخديت لون بني غمق من الاول ودرته في الشفار، يعني 11 شفار. من وراها خديت جيل لاينر درته فوق عيني، ما خصوش يكون مثالي ولا اي حاجه، ديروه ووزعوه سماجيوه دمجوه باش يخبي ليا البوند ديال الشفار. من بعد لصقت شفار اصطناعيين اي ماركه ما يهمش، لصقوهم ودمجتهم مع شفاري الاصليين بشويه ديال الماسكارا. انا خديتها من لانكوم درتها في الشفار التحتانيين حتى هما، يعني التحتانيين تكون طبقه مزيانه يعني باش يبانوا مساويين شويه مع الفوقانيين. من وراها خديت البلاش درتو يعني بشكل خفيف لان باغيه اللوك تبقى خفيفه يعني ما تكونش صارخه. من وراها ندوزو للهايلايتر. خديت هاد ليكويد هايلايتر دمجته بصبعي شويه فوق يدي، عاد خديته في البونجا وطبقته على اعلى نقاط عندي في وجهي، يعني العظام ديال الخد
فوق الحجبان، جسر النيف، كيوبيدز بو، دوك الخطيطات اللي كيكونوا فوق الشفه الفوقانيه، وشويه في اللحيه. من وراها خديت هاد العاصفه هذه ديال الهايلايتر، وخديتها في هذيك الفان براش اولا خديتها في الفرشاه الفراشه ما عرفتش كيقولوا لها، ودرتها تحت عظمه الحاجب في كاع البلايص اللي طبقت فيهم الهايلايتر اللي سائل. من بعد درت لاينر خديته من لوريال وطبقت عليه ليب جلوس اللي من H&M، وباش اللوك تدوم ليا وقت طويل كملتها بمثبت المكياج. هذا مكان البنات، هذا هو المكياج فعلا سهل خفيف ظريف غزال كيبرز الملامح، ما يديش منه وقت بزاف، ويمكن لك يعني ديريه في اي وقت من النهار. فعلا كنصحكم تجربوه. ما تنساوش البنات ديروا لايك كبيره اذا عجبكم الفيديو، جدادات معنا ديروا سبسكرايب، وما تنساوش البنات تتابعوني في الانستغرام ديالي. كنبغيكم بزاف غزالاتي، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. باي باي.